الاهلي خلص رسمي في صفقه رضا سليم. انا بقى جاي النهارده اقول لك مين هو رضا سليم واحكي لك تاريخ حياته. بس قبل ما ابدا ما تنساش تشترك في القناه، ويا ريت تنزل تشترك دلوقتي حالا انها بجد حاجه بتفرق معايا جدا. ولو انت عايز تقول لي شكرا فبجد دي احلى حاجه تشكرني بيها، انك تنزل دلوقتي حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. وبسم الله نبدا. رضا سليم لاعب الجيش الملكي، عنده دلوقتي 23 سنه، طوله 175 سم، ودي حاجه ما تهمش اي حد. بيلعب جناح يمين او شمال بس الاقرب يمين. انجازاته مع الجيش الملكي انه خد الدوري المغربي الموسم ده اللي لسه منتهي، وخد كاس المغرب او كاس العرش المغربي مسمينه كده هناك سنه 2020. ومع منتخب المغرب في بطوله افريقيا للمحليين 2020 فاز بيها معاهم. خد جائزتين فرديتين، خد افضل لاعب شاب في المغرب موسم 2019 2020، وافضل لاعب في الدوري المغربي موسم 22 2023 اللي هو لسه منتهي حالا. خليني اقول لك ان رضا سليم هيندمج بسرعه قوي مع منظومه كولر قوي. رضا سليم مع الجيش الملكي بيلعب في خطه 4-3-3 بنفس اسلوب كولر بالظبط، ويمكن عشان كده لما اللاعب اتعرض على كولر اتمسك بيه وفضله على بقيه اللعيبه التانيه. ده غير ان اللاعب بيتميز بلا مركزيه، ودي حاجه بيحبها كولر قوي. يعني لو اتفرجت على الاهداف اللي هو مشترك فيها ما بين صناعه وتهديف هتلاقي فيها تنوع ما بين الطرفين والعمق الملعب. يعني رضا سليم بيصنع ويسجل من الناحيه اليمين، وبيصنع ويسجل من الناحيه الشمال، وبيصنع ويسجل من عمق الملعب. يعني هو من الاخر مش زي رمضان صبحي كده، لو ما راحش ناحيه الشمال يبقى مش هيلعب حلو، مش زي بيرسي تاو لو ما راحش ناحيه اليمين يبقى مش هيلعب حلو. زمالك 2014 كان في ايمن حفني، وكان حفني بيلعب جناح بس مش جناح قوي. يعني ايه؟ كان حفني ياخد الكوره من الجناح ويكسر بيها للعمق ويبدا يتصرف. رضا سليم عنده نفس الحته دي، انه بياخد الكوره ويكسر بيها ويبدا يصنع لعب. يعني ايه؟ يعني رضا سليم يقف في الجناح اليمين او الجناح الشمال ويسلموا له الكوره وياخد هو الكوره ويكسر بيها لعمق الملعب ويبدا يصنع ويتفنن في صناعه اللعب. بس هل معنى ان احنا بنقوله ده كله ان رضا سليم لاعب بطيء وما يقدرش يعمل الحاجات اللي بيعملها جناح الخط، انه يدخل في سباق مع مدافع ويسبقه؟ من اكبر مميزات رضا سليم هي سرعته، وانه قوي جدا في الالتحامات، ومن الاخر كده لو دخل سباق مع مدافع فهو بنسبه 90% يكسبه. طب وايه اخبار الضربات الثابته والركنيه؟ ولا هو بيعرف يرفع ولا لا؟ خليني اقول لك ان رضا سليم هو نمبر 1 في الجيش الملكي في الضربات الثابته والضربات الركنيه، ورقم 1 في تنفيذ ركلات الجزاء. وخلي بالك بقى من كلمه ركلات الجزاء دي، لان معلوم كده ممكن يتضايق قوي، لان بنسبه كبيره رضا سليم ممكن هو فعلا اللي ينفذ ضربات الجزاء والضربات الركنيه السنه الجايه. طب هل معنى كده ان الاهلي اتعاقد مع كريستيانو يعني ولا ما عندوش اخطاء جامد كده في كل حاجه، ولا عنتيل يعني بيسبق وبيرقص ويصنع اهداف وبيجيب اجوال؟ يعني ايه؟ اسبوع بالراب وما بيغلطش غلطه، ما بياخدش كاسين، ما بيضربش حجرين، ما بيعرفش نسوان، ما بيشربش سجاره. شاب في السن ده ما بيلعبش بديله كده ولا كده؟ ايه قديس؟ رضا سليم زي اي جناح عنده تقصير في الجانب الدفاعي، بس دي حاجه كولر يقدر يشتغل عليها. اما عن بقيه السلبيات فهي في علم الغيب، بصراحه ما اقدرش افتيك فيها. هل هو هيتاقلم ولا لا؟ هل هو هيقدر يتحمل الضغوط في الاهلي اللي خلت لاعب زي بدر بنون كابتن التاريخي للرجاء المغربي اللي جاي من اكبر فرقه في المغرب ما يستحملها ويمشي بعد سنه واحده؟ الدوري المغربي فيه مساحات والملاعب هناك احسن بكتير من الدوري المصري، فهل هو هيقدر يتاقلم مع الملاعب بتاعتنا؟ طب اخر حاجه، هيقدر يتاقلم مع جدول الاهلي المضغوط اللي تقريبا الاهلي بيلعب فيه كل 72 ساعه؟ والسنه الجايه الاهلي عنده 5 أو 6 بطولات: سوبر مصري، سوبر افريقي، كاس عالم للانديه، بطوله افريقيا، بطوله سوبر افريقي، دوري مصري، كاس مصر، كاس الرابطه، حوالي انا قلت كده 8 بطولات. فهل هو هيقدر يتاقلم مع كل عدد البطولات وعدد الماتشات دي؟ الله اعلم. بس في الاخر خليني اقول لك ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. ولو انت عايز تقول رايك في الكوره او تتناقش معايا في اي حاجه انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وانا هرد على كل الكومنتات. وسلام.